السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد. الاقتراح ديال اليوم طرط باللوز بواحد العجينة سحرية اللي كتخليها تجي فتية ومقرمشة في نفس الوقت وكريمة كتجي معلكة وبنينة. اذا هاد لي طارط هادو معروفين كيتباعوا في لي باتيسري بثمن غالي، علاش لا ما نوجدوهمش في الدار ديالنا لوليداتنا او لضيافنا وكيتقاموا علينا باقل تكلفة، زائد انهم كيجيو بنان بزاف مقارنة مع ديال الباتيسري. اذا ما نطولش عليكم ندوزو للمقادير والطريقة. بالنسبة للعجين احتاجيت 250 غرام ديال الدقيق يكون نوعية ممتازة، يعني خاص بالحلويات ويكون مغربل من قبل. ضفت له كيس من السكر المنسم بالفاني ما يعادل 7 غرام، واحد القبيصة ديال الملحة لتصحيح الذوق، كأس إلا ربع ديال السكر كلاصي أو سكر ثقيل. إلا ما كتبغيوش الحلاوة بزاف ديروا غير نص كاس فقط، بالنسبة للناس اللي ما كيبغيو ينقصوا من الحلاوة. كنخلط النواشف مع بعض مزيان، ثم ضفت 100 غرام ديال الزبدة من أصل حيواني وتكون بدرجة حرارة المطبخ باش كتعاوننا في الخدمة. ضروري تستعملوا زبدة من أصل حيواني أو على الأقل زبدة ديال البواطة. الزبدة ديال المارغرين ما تستعملوهاش نهائيا لأنها ما صراحة ما تجيش بنينة بزاف، بالتالي ما كاينلاش تضيعوا فيها المقادير. إذا كنرمل الدقيق مع باقي العناصر حتى كنحصل على خليط بحال هذا الشكل هذا. من بعد غادي نضيف بيضة كاملة بها باش غنجمع الخليط ديال الدقيق مع السكر الثقيل والزبده وباقي العناصر. اذا كنجمع هكا غير برؤوس الاصابع، حاولوا ما تعجنوهاش نهائيا لان هاد لاباط هادي صابلي، وبالتالي كاملين كنعرفوا ان لاباط صابلي ما كتبغيش تعجن. الا عجنتوها من بعد ملي غتلبسوها للمول وتدخلوها الفران غادا ديفورما، يعني غادا تعواج وغادا تهبط، وبالتالي ما كاينلاش تعجنوها. عطيوها هكا شويه د الخاطر. انا هنا ما قطعتش الفيديو باش تشوفوا الطريقه مزيان. اذا هنا بان لي ان العجين ديالي باقي كيتلصق، يعني باقي محتاج شويه ديال الدقيق. ضفت له ملعقه كبيره ديال الدقيق، لان البيضه اللي استعملت بيضه من الحجم الكبير. بالنسبه لكم اللي استعملتوا بيضه من الحجم الصغير وبان لكم ان العجينه باقا ناشفه، يعني باقا محتاجه شويه ديال السوائل، ضيفوا لها قطرات ديال الماء او قطرات ديال الحليب. ضيفوا غير بالملعقه باش هكا تحصلوا على القوام اللي بغيتو في العجين. اذا العجين خصو يكون رطب وفي نفس الوقت ما يكونش كيلتصق باليدين، يعني ما تقصحوش. من بعد هنا لويتو في الفيلم اليمونتير وغندخلو الثلاجه، خليوه المده الكافيه. الا كنتو مزروبين ديروه في المجمد، كان عندكم الوقت خليوه في الثلاجه واحد الساعه ولا ساعه ونص، المهم حتى تساليو الشغل ديالكم نهائيا ورجعوا له. هاد النوع ديال لي طاغط في الاحسن من الاحسن تصوبوهم في الصباح. الا كنتو بغيتوهم في العشيه ديروهم في الصباح باش كياخذوا وقتهم الكافي والعجينه كترتاح مزيان وكتعطيكم نتيجه مزيانه. اذا طلقت العجين بين جوج ديال البلاستيكات بالمدلك على هاد الشكل هذا، وهنا كنحاول نطلقها على شكل دائري على القياس ديال المول. بالنسبه لي انا هذا المول اللي استعملت فيه 30 سنتيمتر، ممكن تستعملوا المول ديال 22 او 20 سنتيم او حتى ديال 24 سنتيم كتجي فيه مزيانه. وإلا شاط لكم شويه العجينه بالنسبه للناس اللي غيستعملوا مول صغير تقدروا تصاوبوا به دي طاغطوليت صغار. اذا بالنسبه لي انا هذا المول هذا كبير فيه كيف قلت لكم 30 سنتيم. اذا من بعد ما كنطلق العجين وكنقيس، يعني كناخذ القياس ديال المول، كنهز العجين ديالي وكنلبسها للمول على هذا الشكل هذا. يعني كنزولها غير البلاستيكه اللي كانت لتحت والبلاستيكه اللي كانت الفوق كنخليها باش كتعاونني. وحاجه اخرى، كلما كانت العجين بارده كلما كتعاونكم ملي كتجيو تلبسوها. اما الا كانت مرخيه ومطلوقه فاش كتجيو تلبسوها للمول غتعذبكم شي شويه. هادشي اش قلت لكم ان العجين عطيوها وقتها في الثلاجه حتى تبرد مزيان وتشد البروده، وعاد ديك الساعه طلقوها بالمدلك. ومن بعد هنا خديت الفورشيط وعملت ثقوب. ضروري ديروا هاد الثقوب هادو باش ما تنفخ لكمش العجينه من بعد ما تدخلوها الفران. حاولوا تخبوها كامله من جميع الجوانب. وهنا غطيتها بداك البلاستيك النيت اللي طلقتها فيه وغندخلها للفريغو، وهذه مرحله حتى هي مهمه. ضروري تدخلوها للمجمد وتخليوها حتى كتشد راسها مزيان واحد نص ساعه حتى ساعه الا ربع حتى لساعتين الا بغيتو. اذا هنا دخلتها للمجمد خليتها واحد نص ساعه تقريبا، وعاد جيت نوجد هنا الكريمه. بالنسبه للكريمه احتاجيت لها 3 البيضات، درت كيس ديال الفاني من وزن 7 غرام، قبصه ديال الملحه، 120 غرام ديال الزبده من اصل حيواني تكون بدرجه حراره المطبخ، وعندي هنا نص كاس تقريبا ديال السكر الثقيل. اذا كنخلط هاد العناصر كاملين باستعمال الطراب اليدوي حتى كيرجع هكا هاد الخليط هكا. واخا يبقاو لكم دوك الطريفات هكا ديال الزبده من بعد راهم ملي غنزيدو اللوز غادي يحيدو. بالنسبه للوز احتاجيت 150 غرام ديال اللوز اللي مسحته من الغبره ديالو ودخلته للفران
غير واحد شوية تحمّر، غير واحد شوية، يعني غير بالما زالت ديك الرطوبة. ملي كتزول ديك الرطوبة صافي كنخرّج اللوز وخليته حتى برد وطحنته في الطحانة الكهربائية حتى رجع لي على شكل بودرة. كنبدا نضيفو بالتدريج للخليط، وهنا ضفت ملعقة كبيرة ديال الدقيق، ممكن تعوضوها بملعقة كبيرة ديال النشا، وملعقة صغيرة ديال خميرة الحلويات، وكنستمر هنا في التخلاط حتى كنحصل على خليط عفوًا مثل الكريمة. إذا هنا كمرحلة أخيرة جبت المول ديالي من المجمد ووضعت فيه الكريمة. هنا ما تصورليش داك المقطع اللي وضعت فيه الكريمة. المهم كتوضعوا الكريمة في شي بوش وكتحاولوا توزعوها مزيان على فوق العجين ديالكم، وهكا سويتها بداك سباتولا وزينت الوجه برقائق اللوز. بالنسبة للطريقة ديال الطياب، إلا كان الفرن ديال الغاز شعلوه واحد 2 حتى 3 دقائق ودخلوا لاطاغ ديالكم طيب، النار تكون متوسطة ومن الأسفل فقط. إلا كان الفرن الكهربائي حتى هو شعلوه غير واحد 4 حتى 5 ديال الدقائق ودخلوا لاطاغ ودرجة الحرارة تكون 180 درجة والنار من الأسفل فقط، وعطيوها الوقت الكافي ديالها تقريبا تتدي ما بين 40 حتى ل 45 دقيقة حتى كتبان لكم أنها تحمرت كليا، يعني من الجوانب وحتى من الوجه. إلا بانوا لكم دوك رقائق اللوز بقاو بويض، ديك الساعة ممكن أنكم تشعلوه من الفوق غير واحد شوية، واحد 3 حتى ل4 دقائق بلا ما تحمر اللوز إيفيلي، وصافي كتخرجوها كتخليوها حتى كتبرد تماما، كتزولوها من المول، وديك الساعة قدموها لوليداتكم أو لضيافكم بالصحة والراحة. جربوها لأنها فعلا تستحق التجربة.